ويعني الأغاني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري تعليقا. الإمام البخاري رواه تعليق ليس معناه أنه ضعيف، فقد وصله أئمة كثيرين كالطبراني والبيهقي، وحكم عليه ابن حجر بالصحة وابن الصلاح، وأيضا الإمام الألباني صححه في السلسلة الصحيحة. وهذا وأيضا ابن حبان والإسماعيلي وشيخ الإسلام ابن تيمية والطحاوي وابن القيم والصنعاني وغيرهم كثير. فلا يأتي يعني ممن هو من يعني أشبال المسلمين اليوم ويرمي بأقوال كل هؤلاء الأئمة ويقولون بضعف هذا الحديث. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام، هذا علم من علم النبوة يتنبأ بما سوف يكون. وهذه الموسيقى الآن الناس تظن أنها لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة في البرامج وفي التلفزيون وفي الأفراح وما إلى ذلك. يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. خد بالك من يستحلون، والاستحلال أنه شيء كان حراما ثم جعلوه حلالا. الحرى وهو الزنا، والحرير وهو بلا شك طبعا الاثنين دول محرمين، والخمر أيضا، والمعازف. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأشياء بعضها على بعض، وده هذا يدل على شدة تحريم يعني إيه المعازف. طبعا ولا التفات لما جاء عن ابن حزم، فقد أخطأ بلا شك بكلام كثير من العلماء وليس بكلامه، ورده الكثير من العلماء. أيضا كما جاء في الترمذي عن جابر رضي الله عنه أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل يوم أن مات ابنه، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إنني لم أنهى عن البكاء، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة له ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة أي عند البكاء، خمش وجوه وشق جيوب ورنة. هذا الحديث حديث حسن وحسنه الألباني. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، صوت عند مصيبة، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة. يعني الناس عند النعمة يطرون بالموسيقى ويعزفون المعازف، وعند المصائب يولولون. فالصوتين دول صوتان ملعونان كما جاء في هذا الحديث الذي حسنه الإمام الألباني. وأيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا الطينات وضربوا المعازف. هذا حديث له طرق كثيرة وهو صحيح بطرقه في السلسلة الصحيحة 2203. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمز والكوبة طبلة والقنين، وزادني صلاة الوتر. القنين هي الطنبور باللغة الحبشية. وأيضا كما جاء عند أبي داود في سننه عن نافع أنه قال: سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على أذنيه، ثم قال الذي بجانبه يعني أرفع أذني بعد أن سمعت هذا، فقال له: نعم. كل هذا يدل على أن، وغيره كثير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على تحريم هذه المعازف وهذه الأغاني. ثم نجد من هو يخرج علينا ويقول بأمور ويستدل استدلال ليست هي إلا من أقوال بعض المخطئين، وليس إلا ليفتن هذه الأمة. نكتفي بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.